بسم الله الرحمن الرحيم. في عملية صناعة البطل الأولمبي اتكلمنا على الإعداد والتأهيل الرياضي، اتكلمنا على التخطيط الرياضي. النهاردة بنتكلم على العوامل المساندة. في كتير من العوامل المساندة لمنظومة التدريب الرياضي، يعني مش بس التدريب اللي هتشتغل عليه، لا، هتشتغل على التدريب وهتشتغل على حاجات جنبه عشان عملية الإعداد تؤتي بثمارها يعني. وبرضه عشان عملية الإعداد ما تتأثرش ببعض المتغيرات اللي ممكن المدرب يبقى مش واخد باله منها. زي ايه؟ زي عملية الإعداد النفسي، زي حالات إصابة اللاعبين، ودي بتحتاج لتدخل من أخصائي الطب الرياضي. برضه ظهور تقنيات حديثة، أجهزة متطورة بتستخدم في عملياتي الإعداد والتدريب، ده ممكن يعيق المدرب من إنه يقدر يؤدي دوره على أكمل وجه. وبرضه بيعيق عملية التدريب نفسها، لأن أنت بتبقى متخلف عن الركض أو التقدم في عالم التدريب يعني. فاحنا هنلقي الضوء على العوامل دي اللي تعتبر مساندة لعملية الإعداد الرياضي. تمام؟ أول عامل اللي هو الإعداد النفسي. طب إيه هو الإعداد النفسي؟ الإعداد النفسي عملية مكملة لعملية التدريب الرياضي، وما بتنفصلش عن عملية الإعداد المتكامل للاعب. عملية الإعداد المتكامل للاعب بتتضمن 5 حاجات: إعداد بدني، إعداد مهاري، إعداد خططي، إعداد معرفي، إعداد نفسي. تاني، عملية الإعداد المتكامل للاعب حاليا: عملية إعداد بدني، عملية إعداد مهاري، عملية إعداد خططي، عملية إعداد معرفي، عملية إعداد نفسي. وده بيبقى مطلوب له التخطيط على المدى الطويل والقصير. الرؤية المتكاملة للإعداد النفسي للبطل الرياضي بتهدف إلى استثمار الإمكانات والطاقات الكامنة الذاتية والشخصية للشخص الرياضي اللي احنا بنشتغل عليه، عشان نقدر ان احنا نوصل انه يحقق افضل انجاز. من ناحية تانية، تقديم الخدمات اللي بتساعد الرياضيين على مواجهة الصعوبات او المشكلات اللي هي بتبقى واقفة في طريقهم وبتعوق تقدمهم او تطورهم. تطوير مستوى ادائهم من خلال مشوار التدريب والمنافسة. الاعداد النفسي مش عايز اقول لك ان هو مهم جدا جدا في انه بيساعد الاعداد المتكامل في التغلب على ايه؟ على المؤثرات المختلفة اللي بيتعرض لها اللاعب ممكن اثناء اللعب. زي ايه؟ زي الملعب، زي الجمهور، زي الفريق المنافس. كل دي حاجات لازم تعد اللاعب عليه عشان ما تكونش عقبة في ادائه اثناء اللعب او اثناء المباراة. تحسين الاداء النفسي بيساهم بطريقة مباشرة في انه بيخلي اللاعب بيخرج افضل ما لديه من مستوى بدني، من مستوى مهاري، من مستوى خططي. وبرضه بيحمي اللاعب من التأثير السلبي للمشكلات النفسية اللي ممكن يتعرض لها. بيعمل على انه يقلل الجهد والوقت المبذولين في التدريب. كل ده الاعداد النفسي بيعمله. ولذلك فالاعداد النفسي هو ركن اساسي زي الاعداد البدني وزي الاعداد المهاري وزي الاعداد الخططي. وده كله بيعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ في عملية التدريب، زي ما قلنا التخطيط الرياضي المرة اللي فاتت يعني. طب ايه مكونات عملية الاعداد النفسي؟ مكونات الاعداد النفسي خد عندك: 1. العمليات العقلية العليا. العمليات العقلية العليا ايه؟ هتسمع انت الاكسبريشن ده مش هتبقى فاهم حاجة. العمليات العقلية العليا دي بتتمثل في الاحساس، في الادراك، في التصور، في التخيل، في التذكر، في التفكير، في الانتباه. هي دي العمليات العقلية العليا. 2. الصفات النفسية اللي بتكون شخصية اللاعب.
الصفات دي يجب ان هي تتميز بالثبات اثناء المباريات والتدريب على احمال مختلفة الحجم والشدة. بيحددها لدرجة كبيرة جدا سلوك اللاعبين في اللحظات الصعبة والحرجة. دي الصفات النفسية المكونة لشخصية اللاعب. 3، الحالة النفسية. شوف فرق بقى بين اللي انا بقوله الصفات النفسية والحالة النفسية. الحالة النفسية هي اللي هي بتعتبر اكتر الاشكال النفسية تغيرا واهتزازا، وذاك دي اللي بيتم الشغل عليه. ليه؟ لان هي عملية نفسية مركبة. مركبة من ايه؟ من الانفعال، مركبة من الانتباه، مركبة من التفكير. لو انا ضربتك في واحدة من الثلاثة دول هنزلك في الارض، ان انا اخليك تنفعل، او ان انا اشتت انتباهك، او ان انا اخليك غير قادر على التفكير. ولذلك هي بتتصف بمستوى محدد من الفاعلية والشدة. طبيعة ومستوى الحالة النفسية بتأثر قوي 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 في النشاط في اثناء المباراة وبعدها. تمام. طبعا انت بتبقى معرض لضغوط نفسية رهيبة، يعني الملعب ونواة الارض وجمهور والفريق المنافس. فبيبقى من واجب المدرب انه يخلي اللعيب متعود على الكلام ده. ولذلك احنا لو نفتكر ان في تصفيات كاس العالم 78 المدرب العظيم التونسي العظيم عبد المجيد شتالي جاب فريق تونس، واحنا كنا بقى يعني ايه بنواجه تونس بطريقه والله زمان يا سلاح. يعني احنا كان احسن اعداد ان احنا نعمل مباراه بين الفريق الف والفريق ب، او الفريق الاحمر والفريق الاخضر، في الوقت اللي تونس في اوروبا بقى في ايطاليا وهنا وهنا وبتلعب انديه كبيره ومنتخبات كبيره يعني. تمام. فمن ضمن الحاجات الشحن الجماهيري، وكان الله يرحمه محمد نوح موجود، و120 ألف في الاستاد بالساوند سيستم، ومدد مدد مدد مدد، شد حيلك يا بلد. طبعا انت لما بتقعد في استاد القاهرة وبتخش وبتشوفه، وبالذات زمان وهو فاضي، وبعدين بتلاقي اتملى ببشر بالشكل ده وهو على هيئة زي الفنجال كده، بتتوهم. انت بتتوهم، انت كمصر مش هتلعب ورايح تشجع، بتتوهم. امال اللاعب اللي بيلعب يعمل ايه؟ طب امال اللاعب المنافس اللي ده مش جمهوره يلاقي 120 ألف بيندعوا عليه أو بيشتموه أو. تمام. طيب عبد المجيد شتالي عمل العمل العظيم، عمل إيه؟ راح مسجل ماتش نيجيريا ومصر اللي كان قبل تونس على طول، وال120 ألف وهي بتقول مدد 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 مدد، شد حيلك يا بلد. واحد من المساعدين بتوعه حضر المباراة عشان يشوف ويكتب تقرير على مستوى مصر، وفي نفس الوقت راحوا مسجلين التسجيل ده، وراح جاي في كل تمرينات الفريق التونسي وراح مشغلها على كده. اصبحت اللعيبه بتلعب تحت الضغط النفسي الرهيب ده. ولذلك جم تونس قدروا ان هو يقفوا قدامك، وكسبنا بالعافيه 3-2 في الكره الشهيره او الجون الشهير بتاع محمود الخطيب، وبعد كده غلبنا هناك 4-1 وراحت تونس كاس العالم 78. لو ما كانش عمل كده هتلاقي فيه فجوه، هتلاقي فيه فجوه كبيره، هتلاقي فيه احباط كبير، وهيبقى فيه فجوه كبيره بالذات من خلال، يعني ايه الفجوه تيجي من خلال ايه؟ التدريب والاداء اثناء المباراه. ليه؟ لان لو ما كانش مرن الناس على كده كانت الفجوه دي تبقى كبيره جدا، ما يقدروش يشتغلوا الحمل النفسي ده. انما هو خلى لهم التدريب او الاداء خلال التدريب هو الاداء خلال المباراه، حيد العامل النفسي ده خالص. يعني ايه؟ شفنا الفيلم ده قبل كده، العب غير. من هنا بترجع اهميه الاعداد النفسي للاعب، بحيث انه يقدر يتغلب على المؤثرات دي. تمام. وان هو يديلنا افضل مستوى له، افضل سلوك
يوم يقدر يطلع أداء مهاري، أداء خططي اللي هو المطلوب. في بعض العوامل اللي بتأثر في تحقيق أهداف الإعداد النفسي للرياضي، احنا هنلخصها لك في ايه؟ واحد، اعتقاد اللاعب او عدم اعتقاده بجدوى تلك الاسباب. فرق كبير قوي بانك تبقى مؤمن بانك تطيع الجلسة النفسية اللي هتتعامل مع المتخصص، اذا كان مساعد مدرب للاحمال النفسية او حاجة زي كده، واخد بالك، او للطب النفسي، وغير ان انت مش معتقد في كده، هيبقى ملوش لازمة. اتنين، مدى العلاقة بين اللاعب والمدرب ومدى تأثير المدرب في ذلك. لو العلاقة إيجابية بمعنى أن اللاعب بيحب المدرب وبيثق فيه، هتؤتي ثمارها، والعكس صحيح. العمر التدريبي للاعب بتفرق من لعيب ناشئ أو لعيب لسه جديد مخضوض، وبين لعيب مخضرم أو عنده خبرة كبيرة، خبرة دولية أو خبرة الملاعب أو حاجة زي كده، دي بتفرق معاه. أربعة، اختيار أفضل الأوقات المناسبة للإعداد النفسي. لازم يكون في تايم تيبل او جدول زمني بيتحط، بيشوف احسن الاوقات ايه، وطبعا الناس المتخصصين عارفين ان هو يجمع الفريق او يكلم اللاعب ده على حده، واخد بالك، ويعمل له التأهيل النفسي ده. خمسة، توحيد ظروف اجراء التدريبات. يعني لازم الظروف اللي هيتم فيها التدريبات النفسية تكون موحدة، هي نفس الظرف، بحيث ان انت تثبتها، ما يبقاش في متغير كتير وانت بتعمل التجربة بتاعتك زي ما احنا بنقول. النقطة اللي بعد كده 6، بيفضل ان يكون المدرب ممارس لنفس الرياضة اللي يقوم بتدريبها. يعني اذا كان كرة قدم يبقى يا ريت هو مارس كرة قدم، ما تجيبليش بقى الراجل اللي هو العالمي ده اللي اتدرب وقرا وعمل وسوى ومش عارف ايه. الكلام ده كله انا ما بؤمنش بيه. لازم يكون لعيب سابق في نفس اللعبة، تمام، او بيمتلك المعلومات الكافية عن درجة التحمل اللي بيتبعها اللاعبين. ده بيبقى مهم جدا ان المدرب يمارس نفس الرياضة عشان يقدر يقود اللاعبين. 7، اجراء التدريبات النفسية الهادفة عشان تعمل اعداد ذاتي صح. ليه؟ عشان تحقق استرخاء، عشان تحقق تهدئة في غرفة معتمة الضوء وبعيدة عن الضوضاء، وبدرجة حرارة بيخلوها دايما بين 22 ل 25 درجة. النقطة اللي بعد كده 8 تقريبا، ان اللاعب بيبقى واخد وضع مناسب لأداء تلك التدريبات، بحيث ان بيتحقق استرخاء لعضلات الظهر، عضلات الرقبة. وافضل الاوضاع دي بتنحصر اما في انه بيبقى نايم على ظهره، او بيبقى قاعد على كرسي في بداية التعليم او التدريب للاعداد النفسي الذاتي. النقطة الأخيرة واللي بعد كده 9، اللي هي زيادة تكرار أو أداء التدريبات النفسية الإيحائية عن معدل مرتين في اليوم. ده لا يترتب عليه إحداث أي ضرر على اللاعب. تمام كده؟ طيب هنيجي لنقطة مهمة بقى اللي هي المهارات النفسية. يعني إيه مهارات نفسية؟ المهارات النفسية دي بتلعب دور مهم جدا في تحقيق الإنجازات الرياضية. وإن أنت تنمي المهارات النفسية دي، ده لازم يكون شغال مع عناصر اللياقة البدنية. يعني زي ما بتدي الناس بدني، لازم تديلهم نفسي. وعشان تعلم الناس دي، ده بيأثر على تطوير الأداء الرياضي لحد بعيد. يعني لازم تعلم اللعيب يعني ايه المهارات النفسية، ويبقى مدرك ليها ويبقى واعي لها. ليه؟ عشان يتنقل للحياة العادية، واخد بالك، وتبقى الأمور عادية بالنسبة له. زي مهارات التحكم في الطاقة النفسية. من المهارات النفسية مهارة التحكم في الطاقة النفسية. الضغط العصبي، ان انت تحط اهداف واقعية يمكن تحقيقها، مش اهداف مستحيلة. ان انت تركز الانتباه في مهارات نافعة،
في ابعاد الحياة كلها. تمام. وبرضه التدريب على المهارات النفسية ده مش شيء معجز يعني، او ان هو حاجات زي الحقنة كده سرعة المفعول والتأثير، انما هي برامج منظمة تربوية بيتم تصميمها عشان تساعد المدرب واللاعبين ان هو يكتسب ويمارس المهارات النفسية في النهاية بغرض تحسين الاداء الرياضي، وان هو يوصلك لان يخلي الممارسة الرياضية نفسها مصدر للاستمتاع. تمام. وده علماء النفس يمكن حتى بتتكلم فيها كتير يعني. المهارات النفسية متعددة، بتشمل ايه؟ بتشمل مهارات التصور اللي هي الايميجاري سكيلز، الاسترخاء الريلاكسيشن، تركيز الانتباه اللي هو attention skills، انا بقول لك اهو بالعربي وبالانجليزي عشان لو سمعتها ما تتخضش. التحكم في الطاقة النفسية اللي هي psycho energy management، psycho energy اللي هي الطاقة النفسية، ده اختصار ل psychological. تمام. جول سيتنج سكيلز او مهارات وضع الاهداف، السايكو بريشر مانجمنت او التحكم في الضغط العصبي. كل دي مهارات نفسية لازم اللاعب بيتعلمها وبيوجدها وبيتعامل معها بشكل كفء. التخطيط المبكر لتنمية المهارات النفسية ده مهم جدا. ان هو يبدأ امتى؟ يبدأ مع الناشئين من خلال برامج طويلة المدى، ما بيجيش في يوم وليلة، ما بدلوش حقنة نفسية، لا، ده الكلام ده محتاج وقت ومحتاج تركيز ومحتاج شغل. لما تيجي تمسك العيل وتعلمه اللي انا بقوله ده، انه ازاي يبقى مسترخي، ازاي ان هو يتصور اللي احنا بنقوله، ان هو يقدر يركز الانتباه، ان هو يتحكم في طاقته النفسية، ان هو يبقى له هدف بيلعب عليه او بيشتغل عليه، انه يتحكم في الضغط العصبي وما يستجيبش له. كل ده لازم يبقى بدري ومتعود عليه. تمام. طيب، ايه هي انواع الاعداد النفسي؟ الاعداد النفسي طويل المدى والاعداد النفسي قصير المدى، دول الاعدادين اللي عندنا. الاعداد النفسي طويل المدى زي ما لسه قايلين هو تطوير دوافع الرياضيين باتجاه اللعبة اللي بيمارسوها، وان احنا نساعدهم على انهم يكتسبوا دوافع قوية جديدة من خلال ايه؟ من خلال الاعداد الجيد زي ما قلنا. الدوافع دي بتساعدهم على الاستمرار في انه هو يبذل اقصى جهد انه يكافح في سبيل الوصول الى الهدف بتاعه. وده بيبقى مهم يا جماعه. وزي احنا نقول في الكوره ايه؟ اصل اللعيب ده يعني مثلا ابراهيم حسن وحسام حسن مشهورين بايه؟ لان هم لعيبه عندهم حماس كبير، او نقول بالبلدي كده بلغه الكوره لعيبه عندها غل. لعيبه عندها غل، انا عايز الكلام ده. فبيبقى عنده اتجاهات ايجابيه، هو مصمم ان هو يكسب وبيزعل قوي ان هو يخسر. لا، انا عايزه مصمم ان هو يكسب ومش عايزه يزعل ان هو يخسر، لان الخساره وارده. ودي في الاول وفي الاخر تباري او منافسه شريفه في لعبه ما طلعتش ولا نزلت. انما هو ده الخلق الرياضي، تواضع عند النصر ولا تبالغ في الحزن عند الهزيمه. ده مهم جدا يعني. اتنين، الاعداد النفسي قصير المدى. ايه الاعداد النفسي قصير المدى؟ بيبقى يوم المباراه بقى، الاستعداد للمباراه، انتظار اللقاء مع المنافس، ان احنا عايزين نكسب المباراة. كل دي دوافع قوية بيبقى له دور كبير في حالة التوتر الشديد عند اللاعب. الحالة دي بتختلف عن الحالة في التدريب خالص. ولذلك يقول لك في لعيب، لا ده هو لعيب بتاع تدريب بتاع تمرينة بس، مش لعيب بتاع مباراة. ليه؟ لانه يبقى في التدريب كويس قوي، اول ما ينزل الماتش يوم المباراة تلاقيه مش عارف يمسك الكورة، تلاقيه مش عارف يطلع لعبة سليمة. ليه؟ لان في متغيرات كتيرة في المنافسة تختلف عن اللي هو موجود في التدريب. ولذلك ده الزام على المدرب اللي هو يدرب اللاعبين على جميع الصعوبات والمتغيرات اللي هي بتطرأ اثناء المباراة. ليه؟
عشان اللاعب لا ما يتفاجئش ويبقى مستعد له. واحنا ضربنا مثل تونس وعبد المجيد شتالي، وده مثل كافي يعني. وده اللي بيسمى الاعداد النفسي قصير المدى، اللي هو بيسعى لايه؟ لتعبئة وتنشيط قدرات اللاعب للتنافس باعلى مستوى في المباراة اللي هتحصل ليه. تمام كده؟ طيب نيجي بقى للطب الرياضي. ايه هو مفهوم الطب الرياضي؟ الطب الرياضي اتطور مفهوم الطب الرياضي كتير عن الاول اللي كان مفهوم. دوره كان مقتصر فقط على المفهوم القديم، اللي هو ايه؟ بيعتبر الطب الرياضي فرع من فروع الطب، بيهتم بايه؟ بالوقاية والعلاج للإصابات الرياضية. ده كان مفهوم الطب الرياضي القديم. ما المفهوم الحديث بقى للطب الرياضي، ان الطب الرياضي اصبح مظلة واسعة قوي، بتتسع لكل اللي يرتبط او ما هو مرتبط بالتدريب والاداء الرياضي، سواء من الناحية الطبية او من الناحية العملية. ممكن بعض الاطباء بيعترضوا، وممكن بعض المدربين بيعترضوا حوالين هذا المفهوم. ليه؟ لانهم بيعتقدوا ان الطب الرياضي يجب ان هو يقتصر فقط على الجوانب الطبية اللي هي بتشمل زي ما قلنا الوقاية والعلاج للاصابات الرياضية والمشكلات الطبية المرتبطة بالرياضة. برضه بيعترض على المفهوم ده بعض علماء العلوم الأخرى. ليه؟ هم شايفين ان المفهوم المتسع للطب الرياضي بيقلل من قيمة تخصصاتهم العلمية المستقلة. انا بقى بقول لك بالرغم من كل الاعتراضات دي، الكلية الملكية للطب الرياضي في لندن شغالة على المفهوم الحديث للطب الرياضي، اعتقادا منها بان ايه؟ ان ده افضل طريقة لعلاج المشكلات المرتبطة بالتدريب، الناتجة عن الجانبين الطبي والعلمي. وذلك برضو كلية الطب الرياضي الامريكي شملت اتحاد كل من الاطباء والمدربين والمتخصصين في علوم الطب والرياضة معا. تمام؟ طب احنا عايزين بقى نعرف الطب الرياضي عشان نبقى شغالين عليه. هو يقول لك ايه؟ هو دراسة الظواهر، خلي بالك من اللي انا هقوله، دراسة الظواهر الفسيولوجية والكيميائية والنفس اجتماعية والباثولوجية المصاحبة للتدريب الرياضي والتطبيقات الطبية للمعلومات اللي تم الحصول عليها خلال تنمية والحفاظ على الكفاءات الوظيفية أو الجهد البدني والتدريب والوقاية وعلاج الإصابات الرياضية. طبعا انت ما فهمتش ولا كلمة من اللي انا قلته، هو كلام كبير وكلام مجعلص. انا بقول لك الطب الرياضي هو طب او فرع من فروع الطب بيشتغل. الطب معروف بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الفسيولوجي، بيشتغل على الكيميائي، بيشتغل على النفسي، بيشتغل على الباثولوجي او الحاجات الايه اللي بتحتاج لي معانا. ما هو ده طب، كل ده هنشتغل ليه؟ عشان التدريب الرياضي. يعني انا اوفر طبيب، مش طبيب اصابات ملاعب اختصارا للامر، لا، طبيب اصبح طبيب متخصص في جميع فروع الطب او في جميع حالات الطب اللي هتحصل قبل واثناء وبعد المباراة. سهلة كده؟ الطب الرياضي اصبح شامل، هو فرع من فروع الطب، اصبح شامل كل اللي يحصل للاعب قبل واثناء وبعد المباراة، ويواجهها ويعالجها العلاج العلمي الصحيح. باختصار يعني، بدل الكلام الفارغ اللي احنا قلناه في الاول ده. طيب هل في حاجة للطب الرياضي؟ يعني انت عندك في ناس كتير، وعلى سبيل المثال من ضمن الحاجات السلبية جدا انتشار اكاديميات كرة القدم حاليا وما فيش عليها رقيب، وبيجي العيل بيصاب اصابة بيقع، محدش بيعمل له حاجة، وبيتعور بدل ما جاي يتعلم كورة او يتعلم حاجة.
وبيقعد بعد كده في البيت واهله اللي بيتعامل. ليه؟ لان مفيش متخصص طب رياضي. متخصص طب رياضي بمعنى متخصص طب رياضي هتبقى مشكلة، هيدفع له كام؟ لو جه حتى الراجل بتاع اخصائي علاج اصابات ملاعب هيدفع له كام؟ فبيوفر الفلوس دي زي ما بيوفر عدد المدربين. تمام؟ طيب ايه الحاجة للطب الرياضي دلوقتي؟ انا اقول لك، احنا دلوقتي في العصر اللي احنا عايشينه بعد التطور الرهيب والتقدم العلمي التكنولوجي اللي احنا عايشينه، هتيجي تبص تلاقي حركتك بقت قليلة، نشاطك البدني بقى قليل. يعني على سبيل المثال انت دلوقتي غالبية الناس، كتير من الناس عندها عربيات، تمام؟ فما عادش بيمشي على رجليه، فرياضة المشي قلت قوي. المدن اتسعت، المناطق العمرانية كبيرة، اصبحت انت بتركب اكتر، كل ده بيأثر. ادى الاعتماد على التقنية الحديثة والتقنية العالية ووسائل النقل الحديثة لتغيير في اسلوب حياة الفرد. ده ادالك ايه؟ ادالك ظهور عديد من المشكلات الصحية المرتبطة بقلة الحركة. بقلة الحركة زي امراض القلب، الشرايين، الاوعية الدموية، زيادة الوزن، مرض السكر. ده بالاضافة لايه؟ ضعف عوامل الوقاية الصحية في الجسم. تمام؟ كل ده حصل. في دراسة اتعملت قال لك ان الامراض المرتبطة بقلة الحركة زي امراض القلب التاجية دي بتتسبب في زيادة عدد الوفيات. من هذا المنطلق ظهرت الحاجة للطب الرياضي المعاصر عشان تتغلب على هذه المشكلات اللي هي بتواجه المجتمعات البشرية. يوم الطب الرياضي يشمل ايه؟ يشمل الجوانب المتعلقة بالنشاط البدني والصحي. تمام؟ ولذلك الاتحاد الدولي للطب الرياضي جه سنة 89 أو 1989 وأصدر وثائق بتوضح أهمية النشاط البدني واللياقة البدنية ودورهم في الصحة العضوية والنفسية للفرد، وحجم النشاط المطلوب للحفاظ على اللياقة البدنية. وزي كتير قوي هتيجي تبص هتلاقي على قنوات التلفزيون المختلفة أصبح فيه الفقرة اللي هي بتاعت الهايجين أو الصحة العامة. مهمة جدا إن أنت تجيب دكتور يتكلم عن التخسيس ويتكلم عن اللياقة البدنية ويتكلم عن الكلام ده كله. تمام؟ طب هي أهداف الطب الرياضي إيه؟ أهداف الطب الرياضي إن أنت تعد متخصص أكاديمي في مجالات الطب الرياضي، مش إنه يبقى خريج تربية رياضية أو مش خريج من الأصل وهي واخدها مهنة كده، واخد بالك، زي التمرجي وبيشتغل فيه. لا، احنا عايزين مختص أكاديمي فاهم يعني إيه طب رياضي. اتنين، إن أنت تعد وتأهل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمتخصصين في المجالات المختلفة في الطب الرياضي. ان انت لازم تعمل بحوث ودراسات علمية في مختلف مجالات الطب الرياضي. ليه؟ دي هتساهم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ده هيرفع المستوى المهني للعاملين في مجال التأهيل، ولازم تعمل لهم دورات عشان تعرفهم بالاتجاهات التربوية والعلمية الحديثة. ده بيخليك تقدر تبقى قادر ان انت تقدم المشورة العلمية للهيئات الحكومية والهيئات الأهلية في مجالات الطب الرياضي. طيب ايه بقى حاجة الأندية والمنتخبات الرياضية للطب الرياضي بعد اللي انت قلته ده؟ أندية كتير على مستوى العالم بتحتاج لخدمات الطب الرياضي، وتبدأ بالجوانب الوقائية، يعني الوقاية خير من العلاج. تبدأ بالجوانب الوقائية من الإصابات الرياضية وتأهيلها والأمراض وعلاجها، مرورا بالتقويم الفسيولوجي للجهد البدني. يعني ايه التقويم الفسيولوجي؟ يعني ان انت تاخد عينات معملية من الراجل الرياضي في اوقات معينة وبكميات محددة وبطريقة معينة عشان تشوف الجهد البدني بتاعه.
وعشان تقنن البرامج الغذائية، ياكل ايه وما ياكلش ايه، تحدد السعرات الحرارية اللي هي تبقى لازمة طبقا او تبعا لطبيعة النشاط الرياضي الممارس. لعيب كرة السلة غير لعيب الهاندبول، لعيب المصارعة غير لعيب العاب القوة، وهو كذلك. يبقى الحاجة الفريق الطب الرياضي داخل الأجهزة الفنية للمنتخبات والفرق أصبحت إيه؟ أصبحت ضرورة ملحة لا غنى عنها. ليه؟ نظرا لما قد يتعرض له الرياضيين من إصابات أو مواقف بتستدعي وجود هذا الفريق الطبي، زي ما أنا قلت لك الأكاديميات الرياضية اللي هي بتشتغل من غير أي حاجة طبية خالص. وده بيوضح لك الدور الحيوي والرئيسي للطب الرياضي في مساعدة الأجهزة الفنية إن هي تأدي دورها على أكمل وجه. يبقى بيساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في منظومة إعداد الرياضيين ولا لأ؟ إلى جانب خدمة الرياضيين، توجهات الطب الرياضي والمراكز البحثية بتاعته بتتنوع طبقا للهدف من إنشائها. في مراكز محور أبحاثها العناية بالرياضيين المتميزين، بالتالي بيتم التركيز في أبحاثها على إيه؟ على إيجاد الطرق الأفضل لرفع الأداء البدني للرياضي وتحسين التدريب بتاعه. هي بتشتغل على النخبة. النوع الثاني من مراكز أبحاث الطب الرياضي بيكون محور اهتمامها وتركيزها دراسة النشاط البدني واللياقة البدنية وأثرهم في الصحة العضوية والنفسية لأفراد المجتمع. دي بتوسع الدراسة شوية بقى، ما بتشتغلش على المتميز، لا، ده مركزة تركيز كبير أو واسع على كل النشاط البدني واللياقة البدنية. تمام؟ طيب، التقنيات الحديثة في الطب الرياضي أو في التدريب الرياضي ده البند من الوسائل المعاونة أو المساعدة اللي احنا إن شاء الله نتكلم عليه في لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.